فاز فريق الرجاء الرياضي البيضاوي خارج ميدانه على نادي الشباب الرياضي السالمي ب4 أهداف لواحد، في حين حقق المغرب الفاسي فوزا هاما على ملعبه أمام المولودية الوجدية ب2 لهدف برسم الدورة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. قبل الدخول في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. أهداف الرجاء كانت من توقيع كل من محمد النهيري ومحمد زريدة وزكريا حدراف وسفيان بن جديدة، فيما سجل هدف الشباب الرياضي السالمي جبريل سيلا. هذا الفوز مكن فريق الرجاء البيضاوي من الارتقاء في سلم الترتيب ليتموقع في المركز الرابع ب12 نقطة، متقدما على الشباب السالمي بفارق الأهداف. وعلى أرضية المركب الرياضي لفاس حقق المغرب المحلي فوزا هاما على مولودية وجدة بفضل هدفين وقعهما من نقطة الجزاء كل من محمد الفقيه وأسامة درفلو، في حين سجل السنغالي بول باسيني الهدف الوحيد للمولودية الوجدية. وعقب هذه النتيجة ارتقى فريق المغرب الفاسي إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما ظل فريق مولودية وجدة في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.